ازيكم عاملين ايه؟ ويا رب تكونوا بخير. النهارده هيكون وصفتي النهارده معاكم هي وصفة الفايش الصعيدي. ازاي هوريكي تعملي الفايش بكل سهولة في البيت وتبطلي تشتريه من بره تاني. هتعمليه زي ما انت شايفاه في الفيديو تماما، هيكون هش ومقرمش ويكون نفس الفراغات اللي بتلاقيها ديت. ازاي هوريكي تعجني العجينة بتاعته، وازاي هوريكي قبل ما تدخليه الفرن تبخي بخيتين المية دولت وايه نتيجتهم في قلب الفيديو. بس ما تنسينيش في لايك وشير للفيديو. اول حاجه هجيب كوبايه ميه دافيه، هحط عليها معلقتين سكر، باكو خميره فوريه، معلقتين كركم. طبعا ما تخافيش من الكركم لانه مش هيمرر في الوصفه خالص، هو بيديها طعم ولون، وكلنا عارفين ان الكركم مفيد جدا وصحي. هنزل عليهم نص كوبايه زيت، كل دولت هقلبهم مع بعض كده. المواد السائله دي كلها هقلبها مع بعضها كويس جدا. طبعا انا عارفه ان الخميره ديت نتيجتها بتبقى كويسه معايا في العجن، فمن غير ما اختبرها هحط عليها نص كيلو دقيق. طبعا نص كيلو دي عشان انا عارفة المقدار برضو هيبقى 3 كوبايات. كل ده هتشتغلي بنفس الكوباية. هقلبهم كده بالسباتشولا او بمعلقة، وبعد كده هبدأ اعجنهم بقى بايديا. خطوات العجينة معاكي دي اهم حاجة في المكونات كلها. هبدأ كده اكون طبعا مجهزة معايا كوباية مية تانية. هحطها بقى واحدة واحدة وانا بعجن لغاية لما اخد النتيجة الحلوة للعجينة. طبعا هقلبها كده بنفس الطريقة، وبعد كده بقى هاخدها على الرخامة عشان اعرف اعجن العجينة دي وتطلع معايا طبعا طرية وتبقى ناعمة معايا. طبعا انا كده بزود مراحل الدقيق خطوة بخطوة لغاية ما اسيب بس ايه بتاع معلقتين كده في قلب الكوباية عشان ابدأ بقى اعجن بيهم بقية العجينة. انا كده بعجن في قلب البولة، بلم الدقيق كله وهنزلها بقى على الرخامة وهوريكم هعجنها ازاي. نتيجة العجن بتاعة العجينة ديت هتاخديها كده على الرخامة لمدة 12 دقيقة أو 10 دقايق. طبعا عجن مستمر وانت بتعجني. هاخدها كده بالطريقة دي، وانا بعجن بنزل عليها نقطتين مية كده زي ما انتوا شايفين، بلم بيها العجينة تاني. انا بقى بحاول اعجن كده في العجينة عشان اديها العرق بتاعها. واشغل بقى ايه العجينة كلها في بعضيها، واحاول اعجنها بطريقة حلوة. بعد كده هنزل عليهم معلقة سمنة كبيرة تكون بدرجة حرارة المطبخ. وبعد كده هتلاقي طبعا بقى العجينة معاكي وانتي بتعجنيها بتفك معاكي، بس ما تقلقيش خالص. العجينة هي كده بتاعت السمنة بتحاول تفك في العجينة، بس بترجعها تاني بتلاقيها بقى ناعمة وتكون كده ملساء معاكي. هعجن كده زي ما انتوا شايفين، بحاول الم فيها تاني، وما تقلقيش من العجينة خالص. واي نوع دي متوفر تشتغلي بيه الوصفة. بصوا العجينة ناعمة وجميلة جدا. بصوا عاملة ازاي، تحس اللي هي عاملة زي الملبن كده، جميلة. طبعا هحطها كده في بولة ومن غير طبعا ولا نقطة زيت. هحطها كده لغاية ما تختمر معايا. طبعا في الشتاء هتقعد معاكي نص ساعة في التخمير، لكن في الصيف ما بتغيبش معايا، ممكن تقعد معاكي تلت ساعة او 10 دقايق، لان بيبقى الجو حر العجينة بتختمر معايا بكل سهولة. ده كده كان شكل العجينة لما اختمرت معايا. هلمها كده بالراحة وهنزلها على الرخامة عشان اقسمها نصين. طبعا النص كيلو دوت هيعمل معايا رغيفين بس من العجينة، لكن لو الكيلو هيعمل معاكي 4 رغيفة كبار من الفايش. هقسمها كده بقى نصين. لو عندك سكينة مشرشرة هتبقى افضل برضه، لانها بتبقى حلوة مع المعجنات وانتي بتقطعي بيها. بس هحط بقى الجزء اللي انا كورته ده كده على جنب، وهاخد بقى الجزء التاني دوت هفرده بالمردنة. طبعا انا ولا هحط زيت على الرخامة ولا زيت للمردنة وانا بفردها، لان هي العجينة ناجحة معايا وزي الفل. هفردها بقى بالطريقة دي، وهحاول كده افردها من كل النواحي لغاية لما تبقى معايا سمكها كده سنتي. بس هقعد بقى افرد فيها بالطريقة ديت، وبعد كده هبدأ بقى الفها ليها خطوة معينة في اللف. وانتي بتلفي العجينة اهم حاجة في كل لفة بتضغطي زي ما انت شايفة كده انا بعمل ايه في العجينة. ليه بقى الحتة اللي انا بعملها دي بتديكي لفة الكرواسون من جوه، بتبقى شكل الكرواسون بتبقى مفرغة وبتبقى جميلة، وما بتبقاش ملفوفة على الفاضي. اهم حاجة الضغطة دي في كل لفة وانتي بتلفيها. بس هكمل بقى كل العجينة معايا بالطريقة ديت، هلفها وانا بلف بضغط. اهم حاجة اوعي تنسي الخطوة دي في لفة العيش بتاعك. بس هكملها كده لغاية لما هوصل للنهاية، وهوريك التقفيلة بتاعة العجينة في النهاية. طبعا كل المكونات بتاعة العجينة دي هسيبها لك في صندوق الوصف تحت الفيديو عشان تقدري تعمليها بكل الخطوات وبكل سهولة زي ما انت شايفة.
طبعا انا وصلت بقى للنهايه كده بتاعه العجينه، هبدا بقى اقفلها واضغط عليها الضغطه ديت عشان ما تفتحش معايا في الفرن وهي بتستوى. دي اهم حاجه في العجينه. وفي الجناب هقفلهم كده على بعضيهم قفله كويسه، بس اهم حاجه اتاكد ان انا قفلت اخر حته في العجينه خالص عشان ما تفتحش معايا. بس هجيب بقى صاج هحط فيه الرغيف اللي انا عملته دوت، يكون على مقاس الصاج. بصوا هظبطه في قلب الصاج عشان يطلع معايا متساوي وبيبقى سهل وبسيط. وعايزه اقولك طعمه تحفه، طعمه جميل جدا وانتي بتعمليه. ريحته وفي الفرن ريحته كانت جميله، وكمان طعمه بجد احلى من الفايش اللي بتجيبيه من بره. بس هحطهم كده واحط عليهم بقى كيس ستريتش، او هغطيهم بفوطة عشان خاطر متعملش معايا قشرة ناشفة من فوق الوش. وهسيبهم بس ايه لمدة ربع ساعة يختمروا معايا كويس جدا عشان ادخلهم الفرن. بس قبل ما ادخلهم الفرن في مرحلة كويسة جدا هعملها، اللي انا هجيب بخاخ بقى، ده بيكون بتاع المعجنات، انا سايباه في المطبخ للمعجنات، حاطه فيه ميه وببخ كده على العيش. طبعا بيديني قشرة حلوة قوي للعيش وبيخليها طرية معايا وبيبقى حلو. بس كده بقى انا حطيته في فرن على درجة حرارة 200 لمدة ربع ساعة. استوى معايا، اخد معايا الوش اللي انتوا شايفينه الحلو ده. وبقى اقطعه بقى بالسكينة زي ما انتوا شايفين، هفضل بقى اقطعه كده، كله هيبقى مقاس واحد. عايزة تقطعيه ارفع من كده ممكن تقطعيه، او عايزة لو تقطعيه السمك ده ممكن، يعني حسب بقى ايه راحتك انتي في التقطيعة. بس انا كده بقى ايه سبته طبعا لمدة ساعة لما ارتاح عشان اعرف اقطعه التقطيعة ديت، ما ينفعش يتقطع وهو سخن. هجيب بقى بصوا عامل ازاي الاول، جميل جدا مفرغ كده من جوه وفي فراغات، العجينة ناجحة 100%. بصوا شكله جميل جدا قبل كمان ما ادخله الفرن. ممكن اي حد عايز ياكله طري كده ممكن تاكليه، بس هو بيتباع في الافران بيبقى ناشف، بيبقى طعمه جميل قوي مع كوبايه الشاي بلبن، بيبقى طعمه تحفه. هجيب الصينيه مش هدهنها زيت ولا اي حاجه، هرص كده الكميه بتاعتي كلها في قلب الصينيه زي ما انت شايفه. وزي ما قلت لك لو عايزه تقطعيها سمك ارفع من كده ممكن تقطعيها، دي حاجه في ايدك انت. بس هرصها، وطبعا الفرن هكون مشغلاها بتسخن معايا عشان ادخلها بقى تاخد ايه الوش الاحمر من فوق ومن تحت. طبعا وهي في الفرن اول ما تاخد وش هتقلبيها على الوش التاني عشان تاخدي الوش الاحمر اللي انت عايزاه زي الفاش بتاع الافران. بس كده خلاص، ولسه فاضل معايا هدخلهم في صاج تاني. وده كان شكله بعد ما طلع من الفرن واخد التحميصه الحلوه، جميل وهش وطري جدا، طعمه تحفه بجد. جربيه لان فعلا الطعم بتاعه مختلف تماما عن بتاع الافران، هيعجبك جدا وحاجه نضيفه انت عاملاها على ايدك في البيت. يلا ما تنسينيش في سبسكرايب للقناه واشوفكم على خير.